السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة معايا حكاية ولا كل الحكايات، حكاية بطل مصري اللي خدع الاحتلال وهرب الأسرى المصريين من تحت الأرض. تخيل إنك جندي في الجيش الاحتلال البريطاني، كل يوم تصحى من النوم بتلاقي المساجين بيختفوا من السجن والسجن مقفول. تخيل بقى ان السجن مقفول ومحدش بيهرب اصلا. الانجليز اتجننوا، فضلوا يدوروا شهور وما عرفوش ازاي المساجين بيتبخروا كأنهم اشباح. زي ما بقولك كده، الحكاية دي حقيقية، بطلها راجل مصري بسيط جدا لكنه عبقري. مستعد تسمع القصة؟ أنا أحمد عارف من حكواتي المصري. يلا بينا. البداية، الأيام دي كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني، وكانوا بيسجنوا أي حد يقاوم، خاصة الثوار اللي بيخططوا للعمليات ضدهم في سجن ترى. وهنا تبدأ الحكاية. اللي كان وقتها أقوى سجن في مصر، كان في مقاومين خطيرين جدا بالنسبة للإنجليز، ولكنهم أبطال بالنسبة لمصر، والإنجليز ما كانوش ناويين يخرجوهم أبدا. لكن كان في راجل اسمه حسن عبد الموجود من صعيد مصر، معروف بذكائه وشطارته في حفر الأنفاق. كان بيشتغل مزارع وشكله بسيط جدا قدام الإنجليز، لكن في الحقيقة كان عنده خطة مستحيلة حد يتوقعها. بداية الخطة، حسن عبد الموجود قرر إن هو يحفر نفق من مزرعته اللي كانت قريبة جدا من السجن، وعامل حسابه إن هي توصل لحد الزنانين. بس المشكلة إن الصوت ممكن يكشفه، والإنجليز يسمعوا أي حركة غريبة. فهنا بدأت فكرة حسن، وهي فكرة ذكية جدا. كان بيحفر بالليل وما بيستخدمش أدوات الحفر التقليدية، كان بيحفر بإيده وبطريقة بدائية جدا عشان الصوت ما يطلعش. والتراب أو الأرض زي ما بيقولوا اللي كان بيشيلها من الحفر كان بيخبيها في التين اللي كان بيزرعه عشان محدش ياخد باله من أي شيء. فضل يشتغل بالشهور، وفي يوم من الأيام وصل للنقطة الصح اللي هو كان عايز يوصل لها. لحظة التنفيذ، لما النفق بقى جاهز، حسن بلغ الثوار جوه السجن وبدأت عملية الهروب. كل يوم بالليل كان بيسحب واحد أو اتنين من المساجين ويمشيهم جوه النفق لحد ما يخرجوا للمزرعة، وبعدها يهربهم بعيد وسط الفلاحين اللي كانوا بيحميهم. في 3 أسابيع حسن هرب 15 واحد من أخطر المقاومين بالنسبة للإنجليز، وزي ما قلنا كانوا أبطال بالنسبة لمصر.
من غير ما حد يحس، والإنجليز ما كانوش فاهمين أي حاجة. السجن مقفول، الحراسة شديدة جدا، وكانوا واقفين وصاحيين وبقوا يتجننوا ومش عارفين ايه اللي بيحصل ما بينهم. اللحظة الحاسمة، الإنجليز بدأوا يشكوا وكانوا بيراقبوا أي حد بيتصرف بغرابة. وفعلا واحد من الجواسيس بلغ عن حسن، ولما جم يقبضوا عليه كأنه اختفى تماما. دمروا بيته ودمروا مزرعته وفضلوا يفتشوا في كل مكان، وبرضه اختفاء تام. حسن عرف انهم كشفوه فهرب في اخر لحظة، ومحدش قدر يعرف مكانه بعدها. وفي النهاية الإنجليز اضطروا يغيروا كل نظام الحراسة في السجن بسبب البطل المصري، الراجل الجدع اللي خدعهم وخلاهم أغبى جيش في العالم. العبرة من القصة، الذكاء المصري عمره ما يخسر، حتى لو كان قدام أكبر قوة في العالم. مش لازم يكون عندك سلاح عشان تنتصر، العقل أحيانا أقوى من أي جيش. حسن عبد الموجود مش مجرد فلاح زي ما قلت، ده بطل من أبطال مصر اللي محدش اتكلم عنهم. في الختام، ايه رأيكم في القصة دي؟ تحبوا نكمل في السلسلة دي ونعمل فيديوهات عن أبطال مصر من أول المصريين القدماء إلى وقتنا هذا؟ قولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك شير ومتابعة لصفحتي عشان الحكاية الجاية أقوى ومثيرة. حكوات المصري.